بس ابراء يعني عشان يعني نحط النقاط على الحروف. يعني انا لاحظ كثير ما يصاد في الماء العكر ويحاول يضخم اي شيء نصراوي ويقلل من اي شيء غير نصراوي لاهدافه، وكل واحد له هدفه ماشي عليه، سواء الصوت الهلالي او الصدى حقه. عرفت؟ الاعلام الهلالي او بعض الاعلام الهلالي لهم صوت وفي لهم صدى اللي ماشي، واصبح الصدى هو اللي يتكلم في الامور دي كلها ويالف قصص. كيف صدى؟ صدى لما تقعد في غار تعطي الصوت يعطيك صدى، تقول صوتك بعد كذا الصدى هو يشتغل وانت سكت خلاص، والصوت يفضل كم. الصدى اللي يجي في جلسات البوليفارد مثلا، جلسات البوليفارد ما فيها صدى ابدا. الا فيها لا جلسات جميله ورائعه وفيها راي وراي اخر وفيها نقاشات وفي تعطي راي كامل والمسؤول يسمع رايك وانت قاعد تتكلم. انا لما اقعد مع عضو شرف نصراوي تمام، انا كخالد ابو غانم اقول له رايي وهو يقول لي رايه ونتناقش انا وياه في البوليفارد. انا اتكلم عن الصدى. لكن الصدى شوف الصدى امر طبيعي ترى. الصدى لما انا اترك نادي ومشاكل نادي وامور نادي واكون صدى للهلال. واللي جالسين في البوليفارد طيب. كلهم نصراويين. اللي جالسين في البوليفارد انا اللي قاعد معهم كلهم نصراويين. لا ما فيها صراحة يا اخي حتى لو جاء معلش هو اللي جالس وشايف. انا جالس وكان خالد البدر موجود. لا خالد البدر كان موجود. لا انا جالس خالد البدر كان موجود وخالد البدر اهلاوي. ايوه وغيره. انا جالس خالد البدر. لحظه وغيره. انا شفت خالد البدر بس في واحد ذكرني ابو عمر ترى انا ما اتذكر. لا اذا كان احد موجود اسالك بس جلسه زي كذا يعتبر صدى ينطبق عليه. لا اسمعني انا لما في فرق كبير يا جماعه لا نحاول نرمي الاشياء. لا والله مو بنرمي نناقش حنا. انا بقعد اناقش. طيب خلينا نرد عليكم. انا لما توجه لي دعوه كاهلاوي او نصراوي من اداره نادي الهلال او عضو شرف نادي الهلالي ما اروح اقول عشان ما اصير انا صدى للهلال. ايوه اذا صار بعدها لا جاوبني. طيب خلينا كذا هل انا اروح ولا ما اروح؟ انت سالتني بجاوب. اسالكم كلام. لا انا بجاوب. انا عزمني هلالي اروح ولا ما اروح؟ لا متى تكون صدى؟ متى تكون صدى؟ لما انت تكون لك طريقه معينه تجلس معي انا عضو شرف هلالي وانت تنتقد الهلال، ومن بعدها مع جلستي معك انا يا عضو الشرف الهلالي انت صرت تتبنى اراء الهلال اكثر من الهلاليين انفسهم.